السلامة ومرحبا بكم يا جماعة الخير. رجعنا لكم في مقطع جديد والحمد لله. ما تنسوش باش تخلونا اللايك والسبسكرايب وانزل على النقوز نتاع النوتيفيكاسيون باش يوصلك اشعار كل ما نهبطوا فيديو جديد. بالنسبة للناس اللي اول مرة تشوف الحلقة هذه ننصحها انها تمشي تتفرج في الجزء الاول، خاطر هذه الجزء الثاني باش نجم تربط الحكاية. اتفرج في الجزء الاول يطلع لك توا لهنا، بعد ما تكملوا ارجع تفرج في الجزء الثاني باش تفهم الحكاية من الاول للاخر. من غير ما نزيد نطول عليكم، بسم الله يلا نتوكلوا على ربي ونبداو. بعد ما فرنسا فرضت الحماية على تونس بدات تغيرات كبيرة تصير، الأراضي تبدلت والسلطة تبدلت والقرار ما عادش تونسي. في المدن كان فما نوع من الصمت، يعني سلموا أمرهم لله وللمستعمر. أما في تونس من داخل وفي القرى وفي الجبولات كان فما نوع من الغضب الكبير وعدم الاستسلام وعدم الخضوع للمستعمر. والغضب هذا قاعد يكبر نهار بعد نهار، ناس قاعدة تفقد في أراضيها وناس قاعدة تتعذب قدام بعضها ويغتصبوا لهم في نساهم. هذا اللي ولد شرارة النقمة والمقاومة ضد المستعمر. ومن هنا بدات ذروة المقاومة الفلاقة. الكلمة في حد ذاتها هذيا كانت تخوف المستعمر. اما اجا نقول لكم شكون هما الفلاقة هذوما ما همش تابعين جيش منظم وما عندهمش زي موحد وما عندهمش قيادة مركزية. كانوا توانسة عاديين من جميع الطبقات ومن جميع الفئات العمرية، يعني تلقى شباب، تلقى رجال كبار، تلقى رعاة، تلقى فلاحين من كل الفئات. هذوما ناس قرروا انهم يهربوا للجبل، مش خوف من الاستعمار اما مغادي باش تبدا المقاومة الحقيقية. كانوا يعيشوا في ظروف قاسية، برد وجوع وحتى نقص في السلاح. اصلا السلاح اللي كانوا يستعملوا فيه ما نجمش نقول عليه تو سلاح ولا بارابور المستعمر الفرنسي وقتها. سلاح اوتوماتيكي كما نقولوا نحنا، يعني يضرب ورا بعضه، يحط ترتتتتت ورا بعض. اما بالنسبه للمقاوم في الجبل كانت عنده كرابيله ولا كيف ما نقولوا لها مكحله، ضربه يعاود يشرجي ضربه اخرى، معناتها يضرب كان بضربه واحده. اما هذه كل مواقفهم مش قدامهم، وكانت في داخلهم حاجه واحده، الايمان اللي لازمها تونس تتحرك. واول العمليات اللي قاموا بها كانت بسيطه اما مؤثره برشا. يهجموا ملول على دوريات صغيره، قطاع طرق، ضربه مفاجاه ما يعرفوش منين جاهم، ومن بعد تك يختفيوا الكل. وهذه اللي كانت نقطه القوه نتاع فلاقه توانسه وقت. صحيح هما كانوا ما عندهمش سلاح كيف ما قلت لكم، وكانوا اقليه بارابور للجيش الفرنسي، اما الجيش الفرنسي وقتها معروف ومكشوف، العدو قدامك. يعني الفلاقه عارفين واعيين شكون قاعدين يضربوا. اما بالنسبه للجيش الفرنسي قاعد يحارب في عدو وهو اصلا ماهوش قاعد يشوف فيه. هذاك علاش كانوا مهمشين ياسر وداخلين بعض. بعد الضربات الاولانيه الجبولات الكل باش تتحول لساحه حرب. الجبولات في تونس وقتها ما كانتش مجرد اماكن طبيعيه، بالنسبه للفلاقه وللمقاومين ولات هي الحصن نتاعهم والملجا وساحه الحرب في الكيف وفي القصرين وفي سليانه وغيرهم من الولايات التونسيه الاخرى. الفلاقه كانوا يعرفوا الاراضي شبر بطبيعه خاطرها بلادهم، يعني تحب ولا تكره في التيران نتاعي ما تقدنيش. وهذا اللي كان عامل عجز كبير للاستعمار، خاطر الفلاقه وقتها كانوا يعرفوا كيفاش يتحركوا في الخفاء ويقوموا بالعمليات نتاعهم ضد الاستعمار، ومن بعد يطلعوا للجبل ويرجعوا يركشوا. حاجتك بيا عندك موضوع، هاي تفضل اطلع لي للجبل. بطبيعه المستعمر الفرنسي ما ينجمش انه يطلع للجبل، خاطر بلاصه اصلا هو ما يعرفهاش، هي اصلا ماهيش بلاده، هو جاي باش يستعمرها. فهمتوني كيفاش باش يطلع لهم للجبل؟ رب شابت ميت. الفلاقه وقتها كانوا يعرفوا وين يتخبيوا وقتاش يهاجموا، كيفاش ينجموا يربحوا الوقت قدام المستعمر. استعملوا تكتيك جديد على فرنسا، حرب العصابات، يضربوا بسرعه ويختفيوا بسرعه. الفرنسيس كانوا اقوى بالسلاح، هذايا ما ننكروهوش، اما الفلاقه كانوا اذكى على ارض الميدان، وهذا اللي خلى الاستعمار يعيش في خوف دائم. باهي تو باش نشوفوا تصعيد المواجهه. مع الوقت العمليات نتاع الفلاقه كانت اكثر جرأه وما عادش مجرد هجمات صغيره، ولات عمليات منظمه اكثر، كيما الاستهداف المركزي وقتل الامدادات، وحتى قاموا باغتيالات في بعض الاحيان. والفلاقه ولو يمثلوا تهديد كبير على فرنسا، وبالطبيعه ماهيش باش تسكت، رجعت عليهم بقوه وبعنف وبقمع، وبعثت قوات كبيره تحاصر في الجبولات وحاولت تقضي على المقاومه. بيتو باش نجيو للقمع اللي صار والثمن الكبير اللي دفعته المقاومه. المرحله هذه كانت من اصعب المراحل اللي مرت على الشعب التونسي، اعتقالات بالجمله، تعذيب واعدامات على بعض، والقرى زاده ما سلمتش، حرقوا برشا مناطق وتشردوا برشا عائلات من ديارهم. الفلاقه ما كانوش وحدهم يخلصوا على اللي عملوه ضد فرنسا، حتى اهاليهم خلصوا زادهم. الاستراتيجيه اللي مشات بها فرنسا وقتها هي ماني ما نجمتش نشد ونحاصر المقاومين والفلاقه ونقضي عليهم نهائيا، دار على الشعب وبدا يضغط عليه، اعدامات، تشريد، يحرقوا ينكلوا على بعض. اما مع ذلك الكل المقاومه ما وقفتش، كل ما يزيد الضغط على الشعب والدوله يزيد الاصرار. الفلاقه ما كانوش هما النهايه اما كانوا البدايه، خاطر بفضلهم هما الوعي الوطني كبر، ومن بعدها جات الحركه الوطنيه المنظمه السياسيه والنضال العسكري ولاو يمشيو مع بعض، وحتى اللي وصلنا للاستقلال عام 1956. اليوم كي نحكيو على التاريخ لازمنا نتفكروا اللي الحريه ما جاتش سهله، جات بفضل رجال اختاروا انهم يقاوموا. الفلاق هما القصه اللي ما تتحكيش برشا. ولهنا مقال نقول لك كان عجبك الفيديو ما تنساش باش تخلينا اللايك والسبسكرايب. اكتب لي في كومنتير شنو يكون الموضوع نتاع الجزء الثالث اللي تحبونا نعملوه، معركه ولا شخصيات ولا اسرار اخرى من التاريخ. انا مقال نقول لكم كان لايك شير سبسكرايب.